السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة ام عمر في المطبخ. ان شاء الله النهاردة بقى هنعمل مع بعضينا التومية السوري، سهلة وبسيطة جدا وتنفع معاكي في اي مشاوي اللي احنا عملناها مع الكريب. طعمها جميل جدا وحلو قوي، وهتعمليها ان شاء الله تطلع ناجحة معاكي من اول مرة. يلا بينا نقول المقادير. جبت هنا حلة، حطيت فيها كوبايتين مية وعليهم 4 معالق نشا كبيرة. يعني الكوباية لو هتعملي كوباية واحدة هتحطي لها معلقتين بس نشا على البارد كده قبل ما تحطيهم على البوتاجاز. ندوب النشا كويس عشان ما يتكتلش منا، نقلبه كويس وبعد كده ناخده بقى على البوتاجاز على نار هادية كده علشان ما يتلسوعش منك من تحت لغاية ما يتقل معاكي وتاخدي قوام تقيل كده، ايدك ما تتشالش منه خالص. افضلي قلبي فيه باستمرار. شوفوا ما شاء الله تقل معايا اهو. احنا عايزين القوام ده لازم يبقبق معاكي كده ويغلي معاكي. لو ما غلاش معاكي كده هتيجي تاكليه هتحسي بطعم النشا كده على لسانك كنت بتاكليه، فلازم يغلي معاكي كده. على طول بقى نغطيه بايه، بكيس بلاستيك كده عشان ما الوش بتاعه ما يعملش قشره لغايه ما يهدى معانا شويه. احنا مش هنخليه برد خالص، لازم يدوبك يبقى دافي بس عشان ايه ما يقفش معاكي في الخلاط ولا قدر الله يبوظ الخلاط منك. معانا هنا باقي المقادير: كوبايه من الزبادي، ممكن تستبدليها بنص كوبايه لبن او تلت كوبايه، ومعايا دي ربع كوبايه زيت ومعلقه خل ومعلقه صغيره توم، يعني دول 3 فصوص توم بشرتهم على المبشره كده وحطيتهم في المعلقه، وليمونه. عايزه تعملهم بالهاند بلندر، عايزه تعملهم في الكبه، عايزه تعملهم في الخلاط زي ما هعمل كده، اللي متاح عندك اعملي بيه. طعمها جميله يا جماعه، والله طعمها جميل جدا. لو مش بتحبي طعم التوم فيها كتير حطي كفايه فصين بس، انا حطيت 3 فصوص توم. هنا نزلت بالزيت ونزلت بالمهلبيه اللي احنا عملناها دي، ما حطيتش عليها اي حاجه غير ميه ونشا. لازم المهلبيه تكون دافيه معاكي كده. ونزلت بكوبايه الزبادي ومعلقه الخل، ونحط التوم ونخلطهم بقى لغايه ايه ما ينعموا معانا، وكل المكونات كده زي ما انتم شايفين تندمج مع بعضيها كده بقى تسيله معانا خالص اهي. لسه لما تقعد معاكي في التلاجة هتتقل عن كده. هنا شوفوا القوام بتاعها، القوام بتاعها ده حلو جدا. ننزل بقى نعصر الليمونه معانا، حشن البذر اللي فيها نعصر الليمونه، عصرة ليمونه واحده كفايه بس. ونحط الملح بقى ونظبط الملح بتاعها. هتنفع معاكي في السندوتشات زي احنا ما عملناها في سندوتشات الكريب، بتنفع معاكي مع اي مشاوي، طعمها جميل جدا. هنا نظبط الملح بتاعها. شوفوا سهله ازاي. يعني لو ما عندكيش زبادي هتعملي بلبن، يعني لو ما عندكيش ده ولا ده ممكن تحطي ميه، بس اللبن او الزبادي بيعزز الطعم بتاعها ويخلي الطعم بتاعها حلو. يعني ظبطناها كده، نغطيها بقى بالغطا بتاعها وندخلها التلاجة يعني على الاقل ليله كامله او ساعتين. انا خليتها بصراحه ساعتين، يعني تبرد بس وايه وتهدى كده وهتجمد معاكي. هنا بعد ما بردت معانا اهي ما شاء الله القوام بتاعها حلو جدا. شوفوا مسكت نفسها والقوام بتاعها ده مظبوط جدا. وياريت بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وتدوسوا على كلمه الكل عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.